من حوالي سنة وشوية واحدة كلمتني قالت لي إنها عايزة تعمل باترون بلوزة ضروري، محتاجاه ضروري. فقلت لها أنا بنفذش الخدمة دي دلوقتي، أنا بدرس، إذا حابة تتفضلي معانا. قالت لي لا، أنا بس محتاجة باترون البلوزة دي ضروري، وبعتت لي صورتها. لما بصيت لقيت البلوزة دي يعني أنا منفذاها قبل كده ومفيهاش حاجة، فيها فكرة طبعا، مش بيزك خالص، بس في نفس الوقت سهل ان الواحد ينفذها، مش حاجة. فقلت لها بس دي ما فيهاش حاجة، انتي ليه واقفة معاكي؟ اول عرفتيني ازاي؟ قالت لي عن طريق يعني ناس انا اعرفهم. فقلت لها طيب عموما انا بعملش كده خالص، بس عشان خاطر المعرفة انا ممكن ابعتلك ازاي تعملي بلوزة عن طريق الواتساب، يعني اكتب لك التفاصيل. طبعا انا برضو كنت غلطانة في دي، ما بقتش اعمل ده، يعني مش صح. ما بصيتش اصلا على الواتساب، قالت لي لا ما ينفعش. قلت لها لا انا بعتلك تفاصيل هتخليكي تعرفي تنفذيها. قالت لي لا ما ينفعش، انا عايزاكي توريني ازاي اعملها بالظبط، عايزه الباترون بتاعها من الاخر. قلت لها انت مشكلتك ايه؟ قالت لي ان صاحب المصنع اللي هي بتشتغل فيه عايزه بلوزه ضروري، زبونه طلباها ولازم البلوزه تتنفذ. يعني الموضوع بالنسبه لها هيضرها في شغلها اذا ما عملتش الباترون بتاع البلوزه دي. قلت لها مشكلتك ايه انك تتعلمي؟ قالت لي انا اتعلمت. قلت لها ازاي يعني؟ ازاي واقف معاكي حاجه زي كده واسمك اتعلمتي؟ قالت لي انا 6 شهور اخدت كورس، و6 شهور بدرب في مصنع، بس كده خلاص انا اتعلمت. من هنا عرفت هي ليه مش عارفه تنفذ البلوزه، طبعا لان مفيش حاجه اسمها اتعلمت، ومفيش حاجه اسمها 6 شهور و6 شهور، ولا 4 سنين ولا 5 سنين ولا 10 سنين. الواحد عايز يبقى شاطر في حاجه ويشتغلها، المفروض ان هو يفضل يطور نفسه في الحاجة دي طول الوقت. البيزكس مهمة، ان احنا نلاقي حد يدينا البيزكس دي حاجة مهمة اوي، يديها لنا صح مظبوط. الست دي بعديها حوالي سنة برضو وشوية لقيتها بعتالي على الواتساب ان هي بتفتتح الاتيلي الخاص بيها، وبعتالي دعوة. قلت سبحان الله، يعني فعلا هتقدمي ايه للناس؟ واقف معاكي بلوزة عادية، طب ازاي هتقدري تقدمي خدمة عليها القيمة للناس؟